مساء الخير يا جماعة. النهاردة ليلة 23 رمضان. ربنا يجعلنا نصيب ليلة القدر إن شاء الله بإذن الله. النهاردة عايز أتكلم في موضوع محدش خالص اتكلم فيه قبل كده يعني أو نادرا يعني. موضوع الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي. إحنا بقالنا سنين وسنين الجمعية العمومية لا تعبر عن جماهير النادي الإسماعيلي سواء جوه مصر أو بره مصر. الجمعية العمومية عندنا عبارة عن أغلبها من موظفي المقاولين العرب. فجماهير النادي الإسماعيلي اللي على السوشيال ميديا أغلبها ممولين ومرتزقة وموجهين من جهات معينة. الجهات المعينة دي كلنا عارفينها مصلحتها الشخصية فوق مصلحة النادي الإسماعيلي. وجماهير النادي المخلصة اللي بتروح المدرجات وبتساند ناديها بيتكلموا الاتنين في حتة إننا ندعم الكيان، لا تغير انتمائك لناديك، الإخلاص للكيان. والكلام ده كله من تصرفات جماهير الإسماعيلي بالنسبة لي كلام فارغ أصلا يعني. اشتراك النادي الإسماعيلي عبارة عن 265 جنيه. وده ليه؟ جماهير النادي الإسماعيلي عازفة عن الاشتراك في النادي الإسماعيلي عشان مفيش نادي اجتماعي، وده منطقي. بس انت لما تشوف ان الاشتراك 265 جنيه، مش عارف اقول ايه والله بجد، دي فضيحة يعني. 265 جنيه دي جرصة يعني، يا دي الفضيحة ام جلاجل يا دي الجرصة ام حناجل على رأي الخط خليفة الخط. مفيش مركز شباب في مصر اشتراكه كده اصلا. يعني اقل مركز شباب في مصر اشتراكه اعلى من اشتراك النادي الاسماعيلي. جماهير النادي الاسماعيلي مكتفيه انها تروح ورا ناديها في الماتشات. اسيوط، مرسى مطروح، سوهاج، هنا. وده تمام كويس. و... وبتدفع تذكره الماتش وبتدفع الانتقالات المواصلات عشان تروح اخر الدنيا ورا الاسماعيلي. طب ما تدفع يا عم انت وهو ال 265 جنيه عشان تكون جمعيه عموميه تعبر عن جماهير النادي الحقيقيه لجماهير الاسماعيلي اللي جوه مصر وبره، اللي جوه الاسماعيليه وبره اسماعيليه وجوه مصر وبره مصر كمان، بدل ما الجمعيه العموميه تبقى ملاكي لفئه معينه او لجهات معينه. فمش عارف ما بي مش جماهير الاسماعيلي اكتر جماهير في العالم خذلانه من ناديها، لانها مش عايزه تشترك ب 265 جنيه في النادي عشان تجيب جمعيه عموميه قويه تعبر عن جماهير النادي الاسماعيلي الحقيقيه وتنتخب مجلس اداره كفء ومخلص. يعني انا مره اتكلمت مع كابتن اسامه خليل والكابتن خالد بيومي، قلت لهم يا كباتن ما ترشحوا نفسكم في النادي الاسماعيلي. قالوا لي لا لا لا، معروف ان احنا مش هننجح لان الجماعه عموميه ملاكي لناس معينه وهم اللي بيوجهوها تنجح مين ومين اللي مش هينجح. فالموضوع ده جماهير النادي الاسماعيلي مكتفيه انها فاكره انها لو مجلس اداره جه وخلاص هي عمل قرار ضد رغبتها هتروح تتظاهر عند المحافظة، تروح تكسر النادي هيرضخوا لرأيها في الآخر. ايه يا عم الكلام ده؟ طب ما نمشي بطريقة احترافية وإدارية، ما تشترك في النادي ب 265 جنيه تأييدا لناديك ودعما للكيان وإخلاصا للكيان، الكلام اللي انتوا مصدعيننا بيه ليل ونهار على السوشيال ميديا. ها؟ عشان تجيبوا مجلس إدارة من الأول مخلص وكفء ويعمل لمصلحة النادي الإسماعيلي فقط، وانتوا تحاسبوه بقى كجماهير جمعية عمومية، كأعضاء جمعية عمومية، ويعبر عن جماهير النادي الحقيقية بس. وشكرا ولك الله يا إسماعيلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.